اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى هنعمل معاكم يا حبايبي شوية خيار كده. قلنا جبنا شوية خيار كده، نزلنا السوق وقلنا ايه نخللهم بقى علشان ايه. بصراحة يعني عمالة ناكل في الليمون اللي خلاص عمل لي حرقان عمل لي حرقان على صدري كده، مش قادرة. فعايزة أغير بقى وكده، مفيش بقى الجزر واللفت والحاجات دي خلاص خلصت. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. وبرضه الفلفل المكسيكي برضه حراق شوية وكده، في حبة موجودين منه يعني. بس أنا بصراحة نفسي جت على الخيار، نفسي أخلله يعني. قلت أروح السوق، لو لقيته رخيص خير وبركة هجيب، لو لقيته غالي زي ب15 وب20 بصراحة أنا ما بجيبوش. بحب أجيب الحاجة لما بخللها يا حبايبي 6 8 ب10 أقل حاجة، لكن ما أجيبش حاجة أكتر من كده تبقى غالية بصراحة. بس فنزلت السوق، اللهم لك الحمد يا رب. بالله عليكم يا حبايبي، بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، بالله عليكم يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين يعني، شايفين الاشتراكات والمشاهدات يعني عاملة ازاي، قليلة خالص بصراحة. يعني الواحد مش عارف والله اقول ايه. لا اله الا الله محمد رسول الله، بس هنقول إيه غير كده؟ الحمد لله يا رب. يعني ما شاء الله، الله اكبر، واحد ما بيسعدش حد يعني. القنوات التانية ما شاء الله كبيرة وبتاع ومشاهدات، وربنا يا رب يزيد الناس كلها واحنا من ضمن يا رب. بس ادونا احنا شوية برضو يعني، ادونا حبة كده يعني. احنا برضو احنا نفسنا برضو يا حبايبي كده يعني. الله ربنا يرضينا ويرضيكم. الواحد مش عارف يقول ايه بصراحة. يا رب ان شاء الله يعني، ربنا ان شاء الله كله خير كله خير يعني، كله خير الحمد لله. المهم يا حبايب قلبي، ايه ده الخيار بقى دول يا حبايب قلبي 3 كيلو. نزلت السوق، بصراحة انا بحب انزل السوق بالليل وكده عشان الحاجة بتبقى رخيصة شوية. مش بالليل يعني، هو بعد المغرب على طول كده. بصلي المغرب والله واروح ايه خلاص كده، في يوم النهارده مش ورايا حاجة تاني كده، خلصت عملت الاكل كده وخلاص يعني. اروح ايه نازلة. اجيب بقى خيار، اجيب قوطة. والله العظيم الخيار ده جايباه ب8 جنيه، والقوطة ب8 جنيه والله العظيم، منقياها وجميلة. والبطاطس ب7.5. ده كله بالليل، لكن الصبح جارتي راحت الأسعار غير كده خالص، صدقوني والله. بس فالحمد لله يعني، جبت اللي قدرت عليه وكده واللي شلته، وجبت لي شوية بصل برضه يعني. جبت بصراحة 10 كيلو بصل، خدته برضه الكيلو على 10 جنيه. فدول ركنتهم بقى جنب الراجل، وقلت له بقى ابني ايه ان شاء الله إيه شويه كده يجي من الشغل وهو راجع كده يعني يا حاج، يبقى ايه يجي ياخدهم منك. قال لي سيبيهم يا حاج خلاص. انا مش هقدر بصراحه اني اشيل بصل واشيل الحاجه دي. انا يا دوبك شلت حبه الخيار على القوطه على البطاطس وجبتهم وجيت. بس يا حبايبي يعني انا، انتوا عارفين ان انا بسخن بغلي الميه الاول. طبعا غسلت الخيار قدامكم اهو، والحجم بتاعه الصغير اللي بحبه ده. الحجم الصغير بصراحه بيبقى حلو في التخليل. بغلي الميه كويس، قصدي بغلي الميه الاول وبعد كده بغسل الخيار كويس، وبعد كده بحط فيه ايه الميه. نقلت الحله بعد ما غليت، حطيتها فين في الحوض علشان ايه حاجه هتدلدق زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى ايه هيدينا اللون ايه اللي انتوا عارفينه بقى. بقول لكم ان دول 3 كيلو. وجبت 2 كيلو تاني برضو، او لا كيلو ونص جبتهم برضو ب12 جنيه، حطيتهم في التلاجة. دول بقى ايه نستعملهم يعني كده، حبة سلطة، حد عايز يطلع واحد خيار ياكلها بحتة جبنة ولا أي حاجة. دلوقتي الجو حر زي ما انتوا عارفين. ادي اهو المية بردت خالص اهو، زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الخيار لون معايا، بس كده يعتبر خلاص خالص كده معايا انا. آه، اهم حاجة يغير اللون ده، بس طالما المية سخنة هيغير هو عامة يعني. والله ما قادر اتكلم، تعبانه والله. يعني مش معرفش الواحد نفسيته تعبانه كده بصراحه، ونفسيتي تعبانه قوي بصراحه يعني، بصراحه من القناه. والله بص بالي قد ايه، بقالي 8 ايام او داخل على 10 ايام دلوقتي ما عملتش فيديو. الواحد يعني بصراحه يعني ما يرضيش ربنا. اتعب واصور وابقى ماسكه بايد والايد التانية اصور بيها وغير الباقه يعني. زي ما انتوا عارفين الباقه على طول بتخلص ما بتقعدش. والفيديو بياخد كام جيجا يعني، اكيد يعني بياخد زي ما انتوا عارفين طبعا التحميل وكده. وكل شويه ندفع بال 300 جنيه اشتراك في النت كل شويه. فاولادي بيقولوا لي ماما انت بالفيديو بتاعك اللي بتنزليها بتسحبي الباقه اللي احنا بنعملها. قلت لهم طب اعمل ايه بس يا رب، اعمل ايه طيب. فعشان كده مش بنزل والله غير ايه كل اسبوع مره يعني. لو شايفه لو في تشجيع وفي مثلا القناه بتاعتي كبيره بتعمل لي دخل، هعرف ازود الباقه واجيب واعمل واجيب اكل كده واعمل يعني وحاجات. بس زي ما انتوا شايفين يعني ما فيش.
ما فيش، وما اعرفش امتى بقى، ولا ان شاء الله ندعي كده في داخل علينا اهو، هو يوم الوقفة ان شاء الله كده، اول 10 ايام يعني، ندعي شوية، ندعي كده ربنا ان شاء الله يستجيب لنا ان شاء الله يا رب بإذن الله. وكلكم ادعوا ان شاء الله يا رب، كل اللي نفسه في حاجة ربنا يا رب يديها له كده. هنا بقول لكم ده كيس ملح اللي هحطه، معلقة 3 معالق خل، معلقة هريسة الشطة، ومعلقة سكر. 3 معالق خل، معلقة واحدة بس سكر، معلقتين هريسة شطة، أنا اللي بحطهم، وكيس ملح على 3 كيلو خيار. وحجم البطرمان ده بتاعنا كده خلاص إيه، معلمة الحجم بتاعه. بعمل كده بنفس الطريقة دي. والمية اللي في الحلة دي غليتها طبعا لغاية ما بردت خالص، وادي عبان الخيار كله في البطرمان اهو. خلاص بقى انا حفظت بقى بحط ايه وبعمل ايه، خلاص يعني، خلاص عارف كل البطرمات اللي عندي حفظتها، بتاخد قد ايه ميه وبتاخد قد ايه ملح وكده يعني. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. خلاص بقى عيد الاضحى على الابواب بقى، اللحمه بقى تيجي والحاجات الحلوه تيجي بقى. عايزين نجيب لنا كده كبده، نجيب لحمه، نجيب اي حاجه بقى، ربنا يبعت ان شاء الله باذن الله. اللهم لك الحمد يا رب. هنا كنت عبيت خلاص اهو يا حبايبي، وحطيت الميه عليه كمان. البطرمان معقماه، بحط له حبه خل برجهم فيه كده، واروح ايه، شطفاه بعد كده بحبه ميه. ما بشطفوش يعني، بحط معلقتين خل وبدلق قصدي الخل خلاص كده، او بميه سخنه كده وتحطي عليها البطرمان يعني ايه، البخار اللي بيطلع بالراحه بس، عشان ممكن تسيح منك، عشان ساحت مني قبل كده. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. هنا بوريكي بقول لكم ايه، بصوا الليمون قاعد عشان ايه، كنت عامله 4 بطرمانات ليمون، باقي منهم 2، فتحت واحد اهو. فخلاص قلبي وجعني، حرقني من كتر الليمون بصراحه، عايزه اغير. فعشان كده لما لقيت الخيار رخيص ب8 جنيه، قلت ايه اجيبه بقى كده. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش ما تنسونيش بالله عليك وبالله عليك وبالله عليك يا رب كده، يرضينا ويرضيكم يا رب، بالاشتراك واللايك. وكل سنه وانتم طيبين، ويهود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. يا رب اللي يعمل لي لايك واشتراك يخش الجنه يا رب ان شاء الله يا رب. ربنا يكبر بخاطرنا وبخاطركم جميعا يا رب حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين. اللهم لك الحمد يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بقول لكم انا مع الف سلامه، مع الف سلامه. ما تنسونيش باللايك يا حبايب قلبي.